عدنا إليكم من جديد مع بداية جديدة وموسم جديد من الدوريات الخمسة الكبرى اللي إن شاء الله هتبدأ النهاردة مع الدوريين الإنجليزي والأسباني. والحقيقة أنا مش ناوي أتكلم في دوريات تاني زي الإيطالي والألماني والفرنسي مثلا، لأن الفرق هناك مش عاملين قلق خالص مقارنة بالقلق اللي عامله ليفربول لحد وقتنا هذا، وصرف أكتر من 350 مليون يورو. وعلى الناحية التانية أرسنال وتشيلسي. وفي الدوري الأسباني ريال مدريد بصفقاته الجديدة هو والأتليتيك. وبمناسبة الأتليتيك هو كل سنة بيعمل صفقات جديدة ويجيب مهاجمين سوبر عشان في الآخر دييجو سيميوني يروح يدافع بالعشر لعيبه ويخسر اي منافسه هو داخلها حرفيا في السيزون. اما عن برشلونه فاحنا لا حول لنا ولا قوه والله العظيم. الدنيا ما زالت عندنا مكركبه خالص ومش الطف حاجه، والوضع الاقتصادي والمادي في الحضيض. ولكن احب افكرك ان احنا كنا بنقول كده السنه اللي فاتت قبل ما مستر هانز ديتر فليك يجي، والحقيقه ان احنا خرجنا بالموسم ده عاملين كل حاجه ممكن تتعمل، ثلاثيه محليه وصلنا قبل نهائي دوري الابطال ودوسنا على وش الغريم طول السيزون في كل الماتشات. فاحنا كده كده برضو ثقتنا كبيره في مستر هانز فليك السيزون ده ان احنا هنعمل حاجه اكبر من السيزون اللي فات. وزي ما اتعودنا ان شاء الله من السيزون اللي فات ان احنا هيكون عندنا ريلي سريعه بعد معظم الماتشات الكبيره اللي بتتلعب، ده غير الحلقه الاسبوعيه الكوره من على الكنبه اللي بنتكلم فيها عن ملخص الدوريين الانجليزي والاسباني. ولكن في مفاجاه صغيره كده هنعلن عنها قريب ان شاء الله، فاتاكد انك عامل فولو لو انت على فيسبوك انستجرام تيك توك، وعامل سبسكرايب لو انت على اليوتيوب عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.